السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. ازيكم حبايبي اخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا طبعا اليومين دول بنخزن زبدة وكده، وفي ضجة كبيرة عن زبدة الشرقية بيور، فقلت اجيبها اجربها بما ان الزبدة التانية غالية، وكنا قايلين لحد يجيب لنا ومش عرفنا نتصرف يعني، فقلت اجربها. فجبت 2 كيلو، كان في عرض عليها 2 كيلو اللي هي الزبدة الجاموسي الطبيعي ب255. اول حاجة انا بوريكم ان الزبدة الطبيعية لازم تدوب على الجلد كده وتدي لمعة وما تسيبش اثر مكانها، فدي يعني زي ما انتم شايفين كده بتدوب اهي. بس برضو يعني انا حاساها مش قد كده، مش زي الزبدة التانية، عايزة تقعدي تلفي فيها شوية. فانا قلت يعني برضو نجرب معاكم سوا. اول حاجة ده شكلها بتيجي متغلفة كده بستريتش، وبوريكم الصلاحية بتاعتها وكل حاجة اهو. هي من عندنا في الشرقية، معمولة في الشرقية. المفروض ان احنا عندنا هنا يعني في مزارع وفي ارياف وكده، بس هي اصلا مش من الارياف نفسها، يعني هم بياخدوا اللبن من الارياف والمفروض بيعملوها في المزارع بس يعني. فانا بفتحها معاكم. طبعا افضل موسم لتخزين الزبدة هو في الشتاء، شهر 12 واحد، او بمعنى اصح شهر طوبة. ليه بقى؟ عشان يعني اللي انا فهمته ان بيبقى البرسيم كتير في الارض، والبرسيم هو اللي بيعمل زبدة كويسة، والحيوانات بقى وكده بتاكل برسيم كويس يعني وبتتغذى، فبتطلع ايه؟ انتاج كويس. انا بقى اللي جبت الجاموسي صراحة مش مقتنعة انا بالزبدة البقري خالص، ولا اللبن البقري. يعني انا على طول بحب اي حاجة لها علاقة تخص الجاموسة، لبن، زبدة، بستطعمها اكتر. فقلت اجرب الجاموسي معاكم، وهقول لكم رايي فيها بكل صراحه وبكل مصداقيه، اذا كانت صح ولا لا، لان انا جربت ده وجربت المعامل اللي بره وجربت البلدي وجربت كل حاجه. هنا بقى لقيتها برضو متغلفه بعد الاسترتش بكيس وفي قفيز، فانا هفك القفيز ده بقى، هجيب حاجه وافكه ونجربها معاكم سوا. اقول لكم على حاجه كمان، ان الزبده ممكن تمسكيها في ايدك وتحطيها بين صوابعك كده، او في راحه ايدك كده في قلب ايدك. لو لقيتيها ساحت برضو، يعني بدل ما تحطيها زي الكريم كده، هي تبقى دي زبده طبيعيه. لقيتي برضو فيها اثر كده ومش بتسيح على طول، يبقى دي مغشوشه. وخلي بالكم ان ساعات بيغشوا الزبده من جوه، مش من بره، عشان عارفين الناس هتعمل الحركات دي وكده. هنا بوريكم وزنها الاول يعني صافي، يعني بشوف كل حاجة فيها. طلعت هنا كيلو و10 جرام. قلت ال10 جرام دي ممكن يعني التلج مع الكياس وكده. اكمل لكم الزبدة برضو المغشوشة كويسة، لو حطيتها في بوقك الكويسة هتلاقيها ايه، بتزيق في بوقك كده وعاملة زي تقيلة كده في بوقك. انما التانية هتلاقيها مش كده. وبعدين طعم البلدي بتبقى كويسة جدا، يعني ليها طعم وريحة حلوة كده. وغير كده بقى بتلاقيها حادقة، الحدقه دي مغشوشه، الحدقه قوي. في بقى بيحطوا زيوت، في بيحطوا حاجات. عايزه اقول لكم بقى، وهي على النار، احنا هنا حطيناها على النار وبوريكم شكلها دلوقتي. بعد ما حطيت ال2 كيلو وساحت، يعني حبيت اختصر لكم ومش مش هزود في مده الفيديو. المهم، لو خدت وقت طويل على النار تبقى مغشوشه برضو. لو ما خدش وقت تبقى كويسه بلدي. في المرطه بقى المفروض تطلع البلدي، تطلع مرطه قليل، بس احيانا بتنغش برضو، ده اللي انا عرفته يعني، وبتطلع مرتة قليله. دي ممكن تكون برضو منضاف عليها مثلا زيت، دهن، اي حاجه تانية زي كده، فبرضو مش هتطلع مرتة قليله، فاهمين يعني؟ مش هيغلبوا. فانا برضو هجرب معاكم الزبده، وهنشوف سوا سواء فيها كل العيوب دي ولا لا، وهتظهر معانا حاجه ولا لا. هو لحد الان الريحه مش جابت البلدي خالص، بس شويه شبهها. هنا بوريكم بعد ما صفت، والريم ده هيتشال اللي على الوش ده. هو مش ريم بمعنى ريم، هو زي من بواقي اللبن يعني وكده. عايزه اقول لكم ان الزبده السمنه البلدي اصح في الطبخ من الزبده، علشان الكوليسترول والدهون اللي فيها اقل، لان هنا بروتينات اللبن اتكسرت زي ما انتم شايفين، اللي هي اتحولت لمرطه والحاجات دي، وبقت سمنه صافي. هنا انا عبيتها في البرطمان ده كيلو وشويه، دول ال2 كيلو طلعوا معايا كيلو وشويه.
طبعا رمت معايا قليل، ده برضو علامة من علامات انها مش بلدي صافي. دول حبة السمنة، انا كآية استقلتهم يعني مش حاساهم كتير، بس الريحة نوعا ما كويسة. الطعم برضو مش قد كده. انا عايزة اقول لكم ان هي ممكن تكون مش بلدي صافي، بس بلدي مزارع، يعني مزارع درجة اولى مثلا كده، لكن مش بلدي خالص. مش البلدي الصافي اللي هو بتاع اللي جاي من الفلاحة نفسها، يعني برضو مش طبيعية يا جماعة ولا صافية. بس يعني دي تغني عن مثلا المزارع او بتاعة الجيش. عايزة اقولكم بتاعة الجيش جربتها برضو مش قد كده، فدي ممكن تكون احسن منها شوية. وللأسف بتنغش منها كتير، وبقت ناس مش عارفة تفرق. انا دي حبة المرطة اللي طلعت منها مش كتير، دي حاجة برضو تقول ان هي يعني كويسة نوعا ما. هي مش كتير قوي، وبرده في نفس الوقت مش طعمه قوي. فاللي انا اقدر اقوله لكم ان هي مش بلدي صافي، لا ممكن بلدي مخلط، بلدي مثلا مزارع درجة اولى او معامل زي ما بتسموها، لكن عمرها ما تكون بلدي 100%، يعني خالص خالص خالص. دي بناء عن تجربتي. انا كده اكون خلصت الفيديو، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبك الفيديو بقى مش تنسوا تحطي لي لايك وتشتركي في القناه لو اول مره تشوفيني، وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اهم حاجه زرار الجرس، لان في ناس بتشترك من غير ما تفعل زرار الجرس مش هيوصل لها اي حاجه. واستنوني في فيديو جديد، واي استفسار تحت امركم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.